باللي بني ملال ما فيهاش الرجال. الوقفه الاحتجاجيه ديال 21 ما كانتش، حيت كلشي دخل سوق راسو وكلشي خاف من داك، كاين حتى الشعب ميت. فمبروك على بني ملال اللي ما بقوش فيها الرجال، وتحياتي لبني ملال اللي ما بقوش فيها الرجال. كيفاش بني ملال ما فيهاش الرجال؟ صافي بانت الحقيقه ديالك. شو كنت نقول لكم؟ اما تنفذوا الطلب ديالو هذا الخائن الوطن والعصابه اللي موراه، يا اما يقول لكم نتوما ماشي رجال. هو شد مبالغ ماليه كثيره من اعداء الوطن باش ينفذ هذاك الشيء اللي بغاو، البنات، الشراب، القصاير، الرحلات، لوطيلات، الدار، المطعم، الفلوس صحيحه، وباغي تخرج الشعب المغربي الى الشوارع. ودابا تتعاير الناس ديال بني ملال، الناس الرجال والكرام والجود تضرب في بني ملال كاملين ماشي رجال. وشكون يا راجل انت اللي غرقتي عائلتك للحبس؟ كي جيتك قلت لك راه ما تقدش على الحرب. ايوا النوبه الاولى خرج وقلنا انا راه ما عينيش في القضاء المغربي وما عينيش في السي حموشي، انا عيني ندير الفتنه، وهذا الشيء راه قلنا من الاول. وتحياتي الناس اللي عاقوا بهذا الخائن الوطني. وسمعتوا اولاد بني ملال، وكون عبد قالها 10 راجل ندوزوها بكويس ديال الماء، وقالها الاماعه ديال جيراندو. واسمع الشماته، ومنطقه بني ملال تتميز بالشخصيات اللي كاينه دابا وتاريخيه متعدده، عن راجل ينسك في الاخر، وقيد عندك راجل ناعمه، شخصيات منها السلاطين مثل مولاي اسماعيل اللي بنى قصبه بني ملال، والشخصيات الدينيه بحال سيدي بوعبيد الشرقي مؤسس الزاويه الشرقاويه، والشخصيات المقاومه للاستعمار مثل سيدي علي امهاوش ومحمد امزيان، بالاضافه الى شخصيات علميه وادبيه وفنيه من العصر الحديث مثل الطيار صالح الشاد، واللاعبين الرياضيين مثل الحاج حسن الورديغي. ودابا نسمي الله وبسم الله حجاب الله، واليوم الحد ما كاين حد، كاين عهد بسخيط الوالدين نزلاء بويا عمر، الله يعفو عليهم ولا الله يديهم.